السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. النهاردة شايفين الملوخية القمر دي؟ شايفين الجمال؟ الملوخية دي فيديو النهاردة عن تخزين الملوخية. طبعا احنا في موسم الملوخية، والملوخية كتيرة اليومين دول. انا اول مرة السنة دي اخزنها خضرة. انا ما كنتش بعملها غير ناشفة. انا اقطفها وانشفها في الشمس وافركها وعينها ناشفه، تقعد عندي من السنه للسنه. بس الصراحه لان اصلا ما كنتش بحب الملوخيه الخضراء، كنت بحب الناشفه، لكن السنه دي جربتها خضراء فتلاقيتها تحفه. هنشوف طريقتها. انا بجيب الملوخيه زي ما احنا شايفين كده، بتجيلي جوزي ربنا يصلحها له يا رب ويبارك في عمره، بيروح يجيبها لي من الارض طازه من عند واحد بنتعامل معاه. بجيبها زي ما احنا شايفين كده، وبقعد كده تحت مروحتي قدام الشاشة، بقعد اقطف براحتي كده، اقطف الورقة الخضراء، مش بجيب العنقود معاه. يعني لو في عنقود فلت مني وانا بقلب فيها كده، بشيل العنقود بتاعها اللي بقى مع الورقة ده، بقطفها زي ما احنا شايفين كده في طبق كبير لحد ما اخلصها كلها، وبسيبها كلها اجمعها مع بعضها. يعني هو جاب لي كميه النهارده، لازم انا اخلصها النهارده، بحيث ان هي لو باتت بتسخن على بعضها، يعني بتديني سخونيه كده، بتروح مغيره شكل الورقه او بتخليها تسود او تصفر. فانا عايزاها تفضل على ما هي خضره، كانها لسه جايه من الارض طازه. تمام. هي زي ما احنا شايفين كده، شايفين الورقه لسه مرعرعه ما شاء الله، خضره وجميله. بخلصها كلها واروح على الحوض زي ما احنا شايفين كده، بروح غسله الحوض بتاعي وحاطه الملوخيه بتاعتي كلها في قلب الحوض زي ما احنا شايفين، وامسكها اغسلها واحطها في الصفايه زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده ارجع احطها تاني، وهكذا يعني مرتين تلاتة بحيث انها تنضف. يعني بحيث ان هي لو عليها ترابة، هي طبعا نضيفة زي الفل ومزروعة مش مرشوشة، فبغسلها حلو بحيث ان هي ما يكونش عليها تراب وما تتعبش البطن لما تتعب. شايفين بجمعها بعد ما اصفيها كده في الطبق، تكون المية بتاعتها نزلت خالص وما شاء الله كده زي ما احنا شايفين، بقت زي الفل، جاهزة بقى ان انا ابدأ اكمل الخطوات بتاعتي. شايفين كده نظيفة الورق ما شاء الله. الملوخية كانت جميلة بصراحة، يعني ما شاء الله طلع منها كمية حلوة، ومش أول مرة أعملها بصراحة. يعني أنا عملتها كذا مرة، بس لما عملتها كذا مرة قلت بقى إيه، أوريكم أنا بخزنها إزاي، لأن أنا خزنتها وطلعت منها واستعملتها، لقيتها ما شاء الله جميلة جدا. حسيتها كده زي ما تكون مسكرة في الأكل بصراحة. بجيب الملوخية بتاعتي وبحطها في الكبة زي ما احنا شايفين كده، شوية بشوية، بحط شوية على قد ما الكبة تاخد، وبحط معاها حبة مية يمشوها، بطحنها لحد ما تبقى كلها اشتغلت معايا في الكبة، يعني ما يكونش فيها حاجة واقفة. تمام. بخليها كلها مطحونة. هنشوفها دلوقتي بعد ما بخلص، بشوفها بعد ما اتطحنت في الكبة بتبقى عاملة ازاي. بتبقى بصراحة أحسن من وجع الدماغ والمخرطة بتاع الزمان. أنا عمري في حياتي ما كنتش بعملها خضرة، لأن كمان ما بحبش يعني وجع القلب بتاع المخرطة والتخريط. والله المخرطة بتاع الجوازي لسه عندي في عيناها، ما استعملتهاش بصراحة يعني. فهي تلاقيت الكبة ما شاء الله بتطحنها حلو. بفتح كده وبنزل الأوراق اللي طلعت لفوق، بنزلها لتحت في قلب الكبة بحيث إنها تطحن كلها، يعني ما يبقاش عندي ورقة مش مطحونة. بشغل عليها تاني، هي مش بتخلطها بانها بتنعمها قوي او بتخليها عاملة زي العصير، لا، دي بتقطعها، الكبة بتقطعها، بتبقى عاملة زي المخرطة بالظبط. شايفين ازاي عاملة ازاي ما شاء الله اهي. شايفين الجمال، شايفين اللون، بصراحة لونها جميل قوي قوي قوي. انا قلت اجرب وما جربتها واتلقيتها حلوة بصراحة، قلت خلاص بقى. انا شفت على النت في طريقة تانية، كانت واحدة الله يصلح حالها، يعني كانت بتعملها ازاي، كانت بتعملها بتقطفها وبتحطها في الشوربة
وبعد كده بعد ما تغلي غلوة بتعملها بتطحنها بالهاند بلندر. بس انا ما عجبنيش الوضع بصراحة يعني، انا قلت كده افضل. شايفين بجيب بقى اكياس التلاجة وبعمل الكمية اللي انا بستعملها. طبعا انا لما باجي بطبخ كمية بحيث ان انا اعمل مثلا الحلة دي بقسمها على علب التلاجة الصغيرة، بحيث ان انا اطلع تبقى جاهزة، يعني جاهزة اطلع يا دوبك على الاكل، ما اقعدش كل شوية اطبخ تاني. انا بحب كده اعمل، كل ما اجي بعمل كمية. انا بالنسبه لي الاكياس دي صغيره حلوه يعني معقوله، بتعمل مثلا حوالي 3 علب صغيرين موجودين عندي في التلاجة، بنحتاجها في فطار، في عشاء، في كده يعني على حسب ما نفسنا تجيب. شايفين اهو الكميه دي اللي جابها لي المره دي عملت عندي ال5 اكياس دول. في كل مره هو جاب لي كذا مره، كل مره ممكن يزيد كيس كيسين على حسب ما الراجل يبيع له، يعني مره يتوصى بيه شويه، مره يزود الكميه، مره بحكم ان احنا يعني ساكنين في منطقة ارياف يعني، فبيبقى التعامل زي ودي كده يعني بالنظر. تمام. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب بالقناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد.